السلام عليكم سيداتي ومرحبا بالكل. فيديو ديال هذا النهار يقدر يكون عندكم مهم بزاف لانه نتكلموا فيه ان شاء الله على غرفة المعيشة. وكيف ما نعرفوا انه غرفة المعيشة هي واحد الحيز عندنا في الدار مهم بزاف، اولا نقدروا نسميوه حتى بقلب الدار. هذا علاش خصنا نهتموا به مزيان. واذا تابعتوا معايا هذا الفيديو راكم ان شاء الله تقدروا تستافدوا من بعض الافكار، وكذلك تقدروا تستافدوا معايا من بعض الديكورات اللي تقدروا تشوفوا. من بعيد شوفوا معايا هنايا الصالون كيبان عندي بسيط بزاف، يعني كيبان سامبل وهادئ، ومن طبيعي ما يعجبنيش نبقى نحط بزاف ديكورات او نعمرو بزاف. فاول حاجه اللي نحب نتكلم عليها وهي هاد الالوان. تشوفوا معايا هنايا فالالوان واحد الحاجه مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مساحه ضيقه. نقدر ننصحكم باش تستعملوا الوان تكون فاتحه، مثلا تقدروا تصبغوا عندكم جدران بشي لون يكون ابيض او اي لون من الوان الباستيل. هادو الوان كتكون هادئه وفي نفس الوقت كتعطي واحد اللون مشرق عندنا في غرفه المعيشه. حتى اللي يحب يلصق اوراق الجدران مثلا حتى هي تجي مزيانه مادام اذا كانت بالوان فاتحه، فغتعطي حتى هي اطلالات تكون زوينه بزاف. انا كيف تشوفوا معايا هنا عندي الاثاث باللون الرمادي، ولكن ماشي مشكل لانه عندي الجدران كلهم باللون الابيض، يعني ما غاديش يطغمقوا ليا بزاف. وحتى اذا شفتوا النافذه دائما كيدخل منها الشمس، يعني داخل عندي الضوء بزاف. وبالنسبه لهاد الاثاث اللي عندي هنايا اذا شفتوا مدخله عليه فقط لون واحد، كيف تشوفوا هاد اللون الاخضر فقط، ويعني حتى وساده في هاد اللون الاخضر، وساده وحده اللي عندي، وكذلك بعض الاكسسوارات قلال بزاف كذلك حتى هما في اللون الاخضر. اما بالنسبه للطاوله، طاوله الوسط كيف تشوفوا عندي في اللون البني خشب، جات متناسقه مع طاوله التلفاز. اما بالنسبه للطاوله الجانبيه حتى فقط وحده تشوفوا عندي هنايا. هي ما شريتهاش انصوبل مع باقي الطاولات الاخرين، وانما اخترتها هذه قريبه لهم في الخشب وفي نفس اللون. اما بالنسبه للستائر دائما كنتكلم على هذه النقطه، انه دائما ما كنستعملش ستائر عندي في البيت نهائيا، ولو يكونوا يعني شفافين ما كيعجبنيش نديرهم، لانه كتعجبني دائما الشمس تدخل عندي بقوه وما كيعجبنيش نعملهم. ولكن دائما يعني ننصحكم اللي يحب يستعمل ستائر حاولوا دائما اختاروا ستائر في الابيض واللي تكون شفافه، يجيو زوينين وكتخلي حتى الضوء مازال يدخل عندك. طبعا هذه بالنسبه للناس اللي يحبوا يدخل عندهم الضوء. فكذلك بالنسبه للسجاد عندي حتى هو في اللون رمادي، غير هو رمادي مختلف على الاثاث اللي عندي. وعندي هاد الحجم هذا متناسق مع الاثاث، لانه كيكون مهم بزاف نختاروا الحجم المناسب، يعني ما يكونش سجاد كبير او صغير على الاثاث اللي عندنا. وكيف تشوفوا هو سجاد يعني كيبان مريح، و في نفس الوقت كتحسي به جد دافئ عندي مع الاثاث. وكيف تشوفوا هو بلون واحد، لانه ما يعجبنيش السجاد اللي يكون مخطط ولا فيه زواق. هذا اختاريته هنا بلون واحد وفي نفس الوقت فيه زوج من هاد الوان رمادي. كيف تشوفوا كيبان كيضربوا فيه زوج الوان، يعني كاين رمادي فاتح وغامق. فهاد النوع من السجاد دائما يحسسني بالدفء بهاد الشعيرات هادو اللي فيه. وبصراحه انا دائما نقدر نوصي على انكم تختاروا موكيت او سجاد يكون بلون محايد بالنسبه اللي تعجبهم البساطه في الاثاث، باش حتى اذا حبيتي تضيفي شي اكسسوارات او شي وسائد الوان اخرى مثلا، يعني تقدري انك تبقي دائما تلعبي بالوان مغيره باش يجيو متناسقين. بالنسبه للاكسسوارات راني ما مكثراوش بزاف، لانه كيف ما قلت ما كيعجبونيش يعني نكثر بزاف ديال الاكسسوارات، ما كيجيوش زوينين.
يعني لاحظت بزاف كيبانوا عامرين تخو شارجي. هنا اللي حاطه فقط هاد الاباجور هادي ديال الارض في الابيض، يعني فاش كتشعل كيكون فيها ضوء خافت. وهنا في هاد طاوله صغيره هادي ديال الجناب حاطه فيها شميعات وهاد الفريم ديال الصور، وهاد الفاز الصغير هذا من بعد اخترت كنحط فيه شي حاجه. المهم دائما هنايا في ليفين روم كيجي زوين انه نعلقوا شي لوحات مثلا، كيضيفوا واحد الاطلاله كتكون جميله. واذا شفتوا معايا الفيديو السابق بالنسبه للوحات اللي خديت، وحده خديتها للجدران هنا بالنسبه لهذا الصالون هذا، كنت حاولت نعلقها، وانما كيبان لي انه خاصنا نحفر الحيط بزاف لانه كتجي شويه ثقيله، فمبغاش نخسر الحيط لبعد من بعد نقدر يعني نقدر نحيدها ولا شي حاجه الحيط غيكون خسر. هذا علاش غادي نحاول نقلب على شي لوحات اللي يكونوا خفاف ونقدر نلصقهم بالسكوتش اللي كتكون ديال اللوحات. فمن بعد غادي نلقى ان شاء الله شي حاجه اللي تجي متناسبه هنايا. ودائما بعد ما نتكلموا على الديزاين عندنا في غرفه المعيشه ضروري نفكروا كذلك في واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي خاصها توفر عندنا، وهي الراحه بالنسبه للاثاث، لانه انا دائما انصحكم تختاروا قطع اثاث تكون مريحه وعمليه. فهذا هو اهم شرط في غرفه المعيشه، لانه غالبا هنا فين نقضي اغلب الوقت. فاختيار الاثاث اللي تكون مريحه وسهله الاستعمال غتسهل عليك التنظيم من وقت لاخر، وهكذا تكوني نجحتي في تصميم الصالون ديالك وتقضي فيه كذلك وقت هادئ ومريح بدون ازعاج. اما هذا المكان هذا حاطه فيه زوج بوفات كذلك في اللون الرمادي قريب للسويشات، وفي الوسط ديالهم حاطه اغطيه اللي كان نقدر نحتاج في هذا فصل الشتاء، هذا باش يعني تدفعي شويه. وفي هذا الركن هذا فين حط التلفزيون، يعني الان اصبح من الضروري باش نخصو واحد المساحه اللي يعني تكون مخصصه للتلفاز، هكذا كيكمل تصميم الصاله وكذلك يوفر لنا واحد الاجواء كتكون مريحه وممتعه اثناء الاوقات اللي نبغيو نشاهدوا فيها برامجنا المفضله الى اخره. فكاين اللي يعجبو يعمل شي الوان في خلفيه التلفاز، انا كيف تشوفوا معايا هنايا مخليه نفس اللون في الابيض كبقيه الجدران اللي عنده كيف تشوفوا. واذا لاحظتوا تشوفوا معايا الحيط هنا نصاصي عندي، هذا علاش كنفكر ما نعملوش شي لون اخر لانه ما جاش التلفازه في الوسط ديال الجدران. اما بالنسبه للناس اللي حابين يعملوا شي لون بالنسبه لخلفيه التلفاز، حاولوا تعملوا الوان تكون مناسبه على قبل ما يتعكسش لكم اللون على النظر فاش تكونوا تفرجوا. وكيف تشوفوا معايا هنا حاطه شاشه التلفاز على هاد طاوله الخشب لانه بصراحه ما يعجبنيش لصقه في الحيط، فكنفضل نختار طاوله هكذا برفوف. واذا لاحظتوا معايا كذلك ما معمراش بزاف، فقط مكتفيه بهاد الفاز هنايا. وهاد شمعات هنا في لتحت في هاد الجنب هذا كذلك. شنو مازال تشوفوا معايا هنا فين بعض المرات نحط هاد الشوكولا في هاد البول، هنا كنحطو في هاد الطاوله هذه في التحت، انا غير السناك مره. واما هاد المكان هذا حاطه فيه هاد المرآة، فكيف ما نعرفوا كاملين ان المرآة كتحول يعني الامكنه اللي كتكون مظلمه لمضيئه، فكتعطينا واحد شويه ديال الضوء كتجي مزيانه. وعندي كذلك حتى هاد الفريم هذا كيف تشوفوا فاتح وكيبان انه مضيء، فحاولت نختارها بطول الباب اللي مقابل معها. يعني في الاخر ما لقيتش وحده اللي تكون طويله بزاف طول الباب، ولكن هذه حتى هي كافيه. كذلك اذا تكون عندكم مرآة خصوصا اللي عنده اماكن كتكون ضيقه ولا صغيره، فباش توضعي مرآة غتبين لك المساحه شويه اكبر، يمكن لانه كتعكس لنا الاشياء اللي كتكون عندنا في المساحه اللي كتوجد فيها مرآة، وبنفس الوقت كذلك راه كتعطي واحد الديكور جميل. واللي مازال يتذكر فاش كنت عملت فيديو عن جوله في بيتي، بزاف ديال الناس نصحوني بواحد الفكره زوينه بزاف انه نعمل مرآة في
غرفة المعيشة. فعجبتني الفكرة بزاف، وفورا قلبت اونلاين في لقيت هاد المرآة هذه، وفعلا حطيتها وجات زوينة بزاف. فكذلك نبغي نشكركم على هاد الفكرة هذه زوينة. هنايا بجانب المرآة حاطه هاد الفاز هذا في الرمادي، جا كمل ديكور، يعني عطى ديكور زوين بالنسبة للمرآة. فكان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. شفتوا معايا جولة في غرفة المعيشة اللي عندي. نتمنى انكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من بعض الديكورات، او لا تقدروا تاخذوا افكار من خلال هذا الفيديو هذا. فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ويعجبكم الفيديو، وكذلك راني نفرح دائما تعطوني ملاحظات او لا افكار نزيدها او لا نقص شي حاجه. دائما انا كنتسنى منكم. نبغي نشكركم بزاف على المتابعه، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا.